بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، نستأنف معكم حلقة ثانية تتعلق بشهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، ويعيننا على إتمام صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، ويتقبل منا إنه هو الكريم المتفضل سبحانه وتعالى. إخواني في الله، نبهنا أن المراد من الصوم صوم النفس عن الانسياق وراء شهواتها. المراد من الصوم التقوى التي تمنع الإنسان من أن يرتكب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن طهره الصوم، وهنيئا لمن رباه الصوم، وهنيئا لمن تقبل الله صومه فيخرج بعد رمضان كيوم ولدته أمه، كثير الحسنات طاهرا من السيئات، يستقبل حياته وفق شرع الله سبحانه وتعالى ومنهجه. كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصوم يدعو إلى تحمل العبادات وترك الشهوات وتقوى الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات. جاءت فئة ادعت الإيمان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنبههم الله سبحانه وتعالى إلى أن إيمانهم لا زال لم يكتمل. الإيمان الحقيقي هو الذي يجعل صاحبه يؤدي العمل لله خالصا لوجهه طيبة به نفسه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فعلامة الإيمان، علامة قبول صيامك أخي المسلم، أن يكون له أثر عليك في جميع أنواع العبادات، أثر عليك في الكف عن سائر الشهوات. بعض المسلمين يصوم النهار وربما قام الليل، صلى مع المسلمين المغرب والعشاء والتراويح، ثم يرجع إلى الحرام والعياذ بالله، يرتكب محرمات ويراها صغيرة وليست في جنب الله صغيرة. إخواني في الله، ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر لنا الصيام وشرعته ذكر قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى وعبادة بهذه العبادة، وهي دعاء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قوله: أحل لكم الرفث إلى ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وورد المفسرون تخفيف الله عنا في ذلك وما شرعه لنا ويسره لنا في هذا الصوم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ثم قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه حدود الله. رب رمضان هو رب سائر العام. الحدود التي في رمضان اتقيتها ينبغي عليك أن تتقي الحدود، سائر الحدود في سائر الأزمان. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يتكرر التذكير بأن المراد التقوى، فإذا لم تتحصل التقوى فالخلل من النفس من القلب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نبه إلى حرمة أكل أموال الناس، إشارة إلى أنك أيها المسلم تركت الطعام والشراب الطيب الذي كان مباحا، الذي هو مباح في الأصل لكن منعت منه في هذه الأزمنة. فانتبه أخي المسلم أن تقع في أكل مال أخيك الحرام، فإنه مفسد للقلب مذهب للحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فبين السلام أنه يؤخذ من حسناته فتعطى له. لا قصاص إلا بالحسنات والسيئات، لا قصاص بدينار ودرهم. في الدنيا تستطيع أداء الحقوق،
واستسماح الخلق وإرضائهم. لكن في الآخرة إذا مت وأنت لم توفي الناس حقوقهم فلا إلا حسناتك وسيئات توضع عليك. ثم يقول السلام حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرحت في النار. فتقرأ أخي المسلم القرآن، تقرأ آيات الصيام، تقرأ ما يتعلق بها من آداب. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هل علينا رمضان نصوم هذا الشهر ولا زال مئات الألوف من المسلمين يأكلون أموال إخوانهم المسلمين أو غير المسلمين. فأكل مال الغير محرم. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إخواني في الله، هل علينا رمضان هذا العام ولا زال المسلمون لم يجتمعوا بعد في رأي بالنسبة لرؤية هلال رمضان. وكنت أتمنى أن يجتمع المسلمون على أنه إذا رآه ثبت عدل في أي بلد أو أرض كان وقرر علماء ذلك البلد أو المكان صحة الرؤية من هذا الرجل واعتبروها، فإن جميع المسلمين يصومون. فالأرض كروية واحدة والقمر واحد والرب واحد والشهر واحد. فنتمنى من علماء أهل الإسلام أن يجتمعوا على كلمة سواء في ذلك. أعلم أن وزراء العدل للدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها من المنظمات والمؤسسات الإسلامية تسعى إلى توحيد كلمة المسلمين في ذلك. لكن نتمنى في هذا العصر الذي بات العالم فيه قرية واحدة وبات نشر الخبر سهلا واضحا وفيه من الأجهزة ما يعين على التثبت من صحة الرؤية من عدمها، أن نجتمع على رأي في الرؤية يجمع كلمة المسلمين. لا يليق أن يعيد مسلم في بلد وأخوه في البلد الآخر يقول لا زال الصيام عندنا. أو في بعض الدول الأوروبية بعض المسلمين للأسف لا زال ينفرد عن الاتحادات الإسلامية والمنظمات الإسلامية والمجالس الإسلامية لرأي عنده أو شذوذ، فيكون العيد عند المسلمين عدة أعياد، وهو أمر مزر بل مخزن للمسلمين حقيقة. فنجتهد إن شاء الله تعالى في تقريب وجهات النظر. إخواني في الله، قرأنا بعض الآيات المتعلقة بالصيام، ونقرأ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالصوم. وعندنا عمدة الأحكام جمعها مجموعة أحاديث جمعها ابن قدامة رحمه الله تعالى، واجتهد العلماء في شروحها، ولأنها متيسرة لدى الجميع فنحن نعرض إلى بعض الأحاديث. نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا أو قرأنا آيات القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبنا بلسان عربي مبين، ومن لم يكن لغته العربية هي اللغة فليقرأه مترجما، فإن العلماء اجتهدوا في ترجمة وتفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما اجتهدوا في تفسير القرآن الكريم وترجمة تفاسيره. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث عند البخاري ومسلم، لكن في زيادة عند أحمد رحمه الله تعالى وغيره: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إخواني في الله، هذا الحديث فيه أننا نصوم إذا رأينا الهلال ونفطر إذا رأينا الهلال، يعني هلال دخول شوال. كما قلنا لعل الله يجمع المسلمين إن شاء الله تعالى على رأي في هذا الموضوع. يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. بعض الناس قد يقول أنا أخشى أن اليوم رؤيا لم يرى، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصوم حتى نتيقن. بل إن الفقهاء رحمهم الله تعالى بيّنوا أن النية من الليل هي ركن من أركان الصوم، لا يصح صوم الإنسان حتى ينوي، ولا يجوز أن ينوي صوم يوم على أنه من رمضان وهو لم يثبت عنده أو لم يبلغه رؤية الهلال. إذن لا تتقدم أخي المسلم رمضان بصيام حتى يعلن. إذا كنت تصوم نافلة فلك أن تصوم، فمن كان يصوم يوم الاثنين، ثم قيل إن الاثنين قد يكون متمما لشعبان أو أول رمضان، فبعض العلماء أجاز له ذلك بناء على الروايات إلا صوما كان يصومه. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الصوم بالرؤية الهلال، والحمد لله رب العالمين
الذي شرع لنا من الدين ما فيه يسر، فالهلال يراه كل الناس في سائر أصقاع العالم، وإنما اضطرب الناس في هذه الأزمنة لفساد صحتهم أو لفساد علومهم بالهلال ورؤيته، بل بعضهم ربما يمر عليه العام والعامين لم ينظر إلى السماء أو يرى القمر. لكن مما نعرفه من أجدادنا وأهلنا أنهم اعتادوا ويعرفون من أين يهل وأوقاته وغير ذلك مما بينه العلماء رحمهم الله تعالى، وألفوا كتبا فلكية تبين ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول لنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هو الطعام الذي يؤكل آخر الليل للتقوي به على الصيام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور يؤكد لنا ما ذكرناه من أن المقصود من الصوم التربية والتقوى. ولو كان المقصود الجوع وإيلام النفس لحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الأكل قبيل الفجر، وقال: يكفيكم أول الليل من استطاع، أو غير ذلك. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن نؤخر الطعام إلى قرب الفجر للتقوي على الصوم ودفع ما استطعنا من الجوع، دليل على أن الجوع ليس مقصودا، المقصود الإمساك تقربا لله سبحانه وتعالى عن المفطرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. البركة فيه أولا لأنه اتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن فيه بركة، والبركة فيه لأنه قبيل إمساك الإنسان فيتقوى به بإذن الله تعالى على صوم اليوم، فلا يقع منه فطر لجوع أو مرض شديد أو غير ذلك من الأمور، بل فيه بركة أنه يعينه على سائر الطاعات وأداء الواجبات في اليوم لأنه تسحر بحمد الله تعالى. فنحافظ على السحور ونؤخره، نجعل له قيمات قبيل الفجر، ولو شيئا يسيرا، تمرة أو ماء وشيئا من ذلك، فإنه ينطبق عليه أنه سحور. لا يعني أن نكثر الأكل فنقوم إلى الفجر والإنسان متعب جدا من كثرة الأكل مما يصنعه بعض الناس، بل لقيمات تسده ويطبق بها السنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. إذن أخر النبي صلى الله عليه وسلم السحور إلى قرب الأذان. وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما، عائشة الصديقة بنت الصديق وأم سلمة هند رضي الله عنها أم المؤمنين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فهذا فيه إن الإنسان إذا كانت تشتهي نفسه طعاما أو أهلا فإنه يأتي ما اشتهى، فإنه أحل لنا ذلك كما مر معنا في الآيات. وفيه أنه إذا دخل الفجر والإنسان جنب صح صومه، ولا يلزمه الغسل لعقد النية عند دخول الفجر، لكن يغتسل ويبادر إلى ذلك لأن الإنسان مأمور أصلا بالمبادرة إلى رفع الأحداث وخاصة الجنابة، ثم هو لإدراك وقت الفجر وصلاتها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع قربه من ربه وانشغاله بعبادته وتعلقه بذلك كان يوفي نساءه حقهن صلى الله عليه وسلم. فالعبادة وزكاة النفس وطهارتها وامتلاؤها بهذا النور والإيمان لا يعني بعدها عن فطرتها وإنسانيتها، بل إن وفاء الإنسان بحقوق الأهل وغير ذلك من الحقوق والواجبات أو المستحبات من زيارة الأقارب وصلة الرحم والمريض وغير ذلك كلها عبادات ينبغي أن يكون عند المسلم توازن يؤديها جميعا، لا يجحف في حق أحد، فهي عبادة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يظنن ظان أن ترفعه عن ذلك زكاة لنفسه أو زيادة في أجره، بل اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق والخير له. ثم يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه حافظة الإسلام قدم إلى المدينة في السنة 7 للهجرة مع الطفيل بن عمرو الدوسي وقبيلته قبيلة دوس، وكان السلم محاصرا لخيبر، وكان شابا صغيرا لكنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظ العلم وروى لنا السنة، فله علينا بعد الله فضل كبير.
هو وابن عمر وابن عمرو عبد الله رضي الله عنهم وعائشة أم المؤمنين، هؤلاء شباب الإسلام، هم أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضي الله عنهم جميعا، يتفاوتون في الرواية. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث فيه تطيب لنفس المؤمن، أنه إذا نسي أو ربما حتى لو أكل أو شرب لعذر من سفر أو مرض أو غير ذلك فلتطب نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه وسقاه، يعني هو الذي رخص له في ذلك بالنسبة للأعذار. وبالنسبة للناس الله سبحانه وتعالى الذي كتب عليه النسيان فطعم أو أكل أو شرب فلتطب نفسه، لا يحزن ولا يضق، بل يكثر من ذكر ربه سبحانه وتعالى وعباده وتطب نفسه. هذا تطيب من النبي صلى الله عليه وسلم لنفوس المؤمنين إذا حصل منهم غفلة أو نسيان، أنهم تطيب نفوسهم ويتمون صيامهم ولا يقضونه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. وبعض العلماء قال: إذا رأى أحد ناسيا يتركه فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا ليس بصحيح، بل ننبهه. وقال السلام: إنما أطعمه الله وسقاه، يعني كتب عليه ذلك أو له ذلك وعفى عنه أثره، فالحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج. ثم أورد أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي لفظ بين أنه في رمضان، فقال سلمة: هل تجد رقبة تعتقها؟ لأن الإسلام يتشوف إلى عتق الرقاب والنفوس. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين يعني كفارة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتي يعني جبالها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. فرجع الرجل مغفورا له معه طعام لأهله. إخواني بالله، ينبغي على المسلم أن يحتاط لنفسه، وخاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وصار النساء يلبسن من الثياب ما يغري الرجل، فينبغي على المرأة في البيت أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تظهر من الزينة ما يشغل قلب زوجها أو يشغله أو يوقعه في الحرام. وكذا على الزوج أن يبتعد عن الأسباب التي توقعه في خرق حرمة الصوم وانتهاك حرمة الصوم، فلا يوقع الإنسان نفسه في خطأ ولا خطر. كما ننصح إخواننا من أراد الزواج أن يتزوج قبل رمضان بزمن كاف يذهب عنه الشرة التي في نفسه، أو ينظم وقته ومبيته بحيث لا يقع منه خرق لحرمة هذا الصوم، لأن كثير من الإخوة المتزوجين حديثا أحيانا يحصل منهم ذلك، فليتقوا الله سبحانه وتعالى حتى يبارك الله لهم في زواجهم. والليل فيه بركة وكفاية للإنسان في أن يأتي ما أحل الله له. ثم فيه رحمة الله بالمؤمن والمؤمنين، فجعل لهم مخرجا إن وقعوا في المخالفة بهذا الإطعام أو هذه الكفارات. وقد بين العلماء أوجهها، وبإمكان الإنسان إذا كانت عليه كفارة أن يحولها إلى جمعية إسلامية لديها هذا البرنامج الذي هو إطعام الفقراء كفارة عن يعني مثل هذا أو غيره، باب الكفارات، فيرسل لهم وهم يطعمون الفقراء المحتاجين الذين بينهم الله، سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في أي مكان أو هنا. كذلك ينبغي على الإنسان أن يتقي كل أسباب خرق حرمة الصوم كما قلنا ونبهنا إليه قبل. ومما رواه العلماء رحمهم الله تعالى من الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام.
فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا الحديث الصحيح المتفق عليه فيه إذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا كان مسافرا له أن يصوم وله أن يفطر، بل الإنسان على نفسه بصيرة فينظر الأرفق به والأفضل له فيأتيه. من أفطر فلا حرج عليه ويقضيه عدة من أيام أخر، ومن صام وكان ذا طاقة على ذلك ولا يضر به ولا برفقته فالحمد لله. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لا حرج، من صام فحسن بضوابطه وما بيناه، وكذلك من أفطر فحسن كما بيناه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أحدنا لا يضع يده على رأسه، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فإذا كان صوم الإنسان في السفر يضر به أو يضر برفقته أو بواجبات عليه فإنه عليه الفطر خير له وأوفى لذمته. ولذلك يبين لنا أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث الصحيح الآخر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار شديد الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء الذي عنده ظل معه خرقة وضعها فوقه، ومنا من يتقي الشمس بيده لشدة الحر. قال فسقط الصوام منهكين متعبين، وقام المفطرون فضربوا الأبنية يضعون الخيام والأشياء التي يحتاجها الرفقة والسفر، وسقوا الركاب يعني البهائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذه من نعمة الله علينا أن من قام على خدمة عابد كان له مثل أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلف غازيا به أهله بخير فقد غزا. فكذلك هنا من يقوم على خدمة الصوام ويعينهم على صيامهم له إن شاء الله تعالى مثل أجورهم، وكذلك من فطر صائما كان له مثل أجره كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا هنا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني تقضيه. الله ابتلى النساء بالعادة بأيام تحيض فيها أو النفاس بالنسبة لمن كانت ولدت، وأمرهن بالفطر والقضاء، أما الصلاة فلا يقضينها كما ثبت في الأحاديث. فعائشة رضي الله عنها كان يكون عليها القضاء من رمضان عدة أيام، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. ورد في زيادات لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، ما ألطفها وما أحرصها على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم أدب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لن يخرق لها صوما ولو نافلة، فكانت لا تصوم حتى لا تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته، حتى يأتيها شعبان فتبادر إلى القضاء رضي الله عنها وأرضاها. فنحث أخواتنا النساء على المبادرة في قضاء الصيام إذا كان عليها أيام أفطرتها من رمضان أن تبادر بعد رمضان مباشرة، وخاصة إذا كانت الأوقات مناسبة لها في الإجازات في الجو البارد المناسب، لا تؤخره لأنه ربما لا يتيسر لها بعد ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فهذا فيه بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا كان عليه قضاء أيام أو نذر من صيام فإنه يصوم عنه وليه، يعني أبناؤه أهله زوجته أو زوجها، أو يطعمون عنه عن كل يوم مسكين كما بين العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا فيه تخفيف على الأمة ورحمة بالمؤمنين. وقد لا يتنبه إلى ذلك كثير من الناس، يموت الإنسان فيبادرون إلى الصلاة
عليه، لكن لا ينتبهون إلى أن عليه دين لله سبحانه وتعالى، وهو قضاء صيام عليه أو عليها. فننبه إخواني إلى التنبه لذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والصلاة، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال سائر المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.